هذا البرنامج برعاية شركة المصنوعات الورقية، يأتيكم عبر أثيري الرابعة وموال. مين قال إنه الحصان تتوقف مهمته على الركض والسرعة وبس؟ هلأ صار فينا نكتب عليه يا حلوين. شركة المصنوعات الورقية بتقدم لنا دفتر ظريف وحلو في كل ميزات الحصان الأبيض: الجمال، الخفة، والورق الأبيض بياض الحصان الأبيض. دفتر الحصان الأبيض وايت هورس. دفتر الحصان الأبيض وايت هورس. دفتر الحصان الأبيض وايت هورس إنتاج شركة المصنوعات الورقية لإنتاج كافة أنواع الدفاتر المدرسية. الخليل. تليفون 324237، فاكس 324068. متوفر لدى كافة المكتبات في فلسطين. دفتر الحصان الأبيض للكتابة نكهة تانية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير بكل المحبة عبر أثير إذاعة الرابعة وموال، وحلقة جديدة من مدينة بيت لحم وشركة المصنوعات الورقية. دفتر الحصان الأبيض ودفتر الإيزي رايت، هدايا متعددة، كل ذلك من الحصان الأبيض. نحن وإياكم وفي بيت لحم مباشرة ننتقل إلى المواطنين وتقديم الهدايا المتعددة. يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف حالك؟ الحمد لله. من وين حضرتك؟ من الخليل. من وين من الخليل؟ بين نعيم. ليش جاي على بيت لحم؟ ببيع. شو بتبيع؟ عطر. قديش العطر؟ ب5. ب5. يا بلاش، من هون لهون آخر سعر؟ خذ 4 ب15. الأربعة ب5؟ 15. الأربعة ب15. بينفعش الأربعة ب5؟ لا. طب بالربحك شنطة يا رجل. حياك الله. طالب مدرسة أنت؟ بأي صف؟ طالع أول ثانوي. طالع على أول ثانوي. شريت شنطة ولا لسه؟ لسه ما اشترينا. نشتري. اليوم بدنا نشتري. شو رأيك ما نشتري؟ شو بلاها، شو جرينا في هالمدرسة وخلص. موافق؟ موافق. انت بيع على المدرسة. بس احنا بدنا المدرسة صح، وبدنا التعليم وبدنا صح. نقرأ وبدنا نكتب وبدنا نصير كل شيء. طب ليه زعلان؟ لا مش زعلان ولا شيء. كيف عمال عبطال منطلع يومية منيحة ولا؟ لا الحمد لله. الحمد لله. يعني بيجيب تعب هالعطر. ان شاء الله بنجيب. شو انواع العطر اللي معك؟ شيء عطر بنحله من الخليل وبنجيب بنبيعه على يعني على البركة. تاخذ شو ما يعطوك بتاخذ. ناخذ. بأي مادة بتحب أكثر شيء؟ تقريبا رياضيات. ليش الرياضيات؟ لا تريح له. لهيك داخل التجارة من بدايتها. شو ناوي في المستقبل اللي يصير؟ والله ما بعرف. تشتاق. ليش بتعجبوا كتير على الأساتذة وبتغلبوهم؟ يعني داري يا زلمة، لا معذبين الأساتذة. يا رجل، مين اللي بيغلبهم؟ شو أنا اللي بغلبهم؟ ولا الأستاذ بيغلبهم؟ الحكومة اللي بتغلب الأساتذة، مش إحنا بنغلب. الحكومة بتغلب الأساتذة. والطلاب شو بيعملوا؟ بغلبوا الأساتذة برضه. يعني كله على الأساتذة. كله على الأساتذة. طب شو الأستاذ بده يتحمل لا يتحمل؟ يعني داير عن الأستاذ يروح يبيع شغلة أصلح له من هالمدرسة من هالقراية كل شيء. طب وأنت شو بيعلمك؟ بيعلمني إني أقرأ. مين؟ بيعلمني أدرس. طب مين بده يعلمك تدرس؟ الأساتذة برضه. طب يعني إذا راح يشوف له شغلة عنه ضل. ايش بضلش حدا. شو ده؟ ما ضل حدا. ما بضل حدا. بأي مدرسة أنت؟ بالمدرسة الثانوية بين نعيم. في المدرسة الثانوية بين نعيم. بشو تشتهر بين نعيم؟ في الزراعة، في التجارة. في والله تجارة وزراعة. شو أكتر لون شناتي بتحبه؟ داري. يعني لو رحت تشتري شنطة شو تشتري لونها؟ سودا. مالك أعطينا السودا نضمن الشنطة أنا وياك. شنطة فيها دفاتر ودفاتر سلك وإقلامها وكل شيء وما بتتغلب بشرية. هاي شنطتك جاهزة من شركة المصنوعات الورقية، وبتقول لك كل عام وانت بخير وكل التوفيق إن شاء الله في دراستك. الله يكلف عليكم، كثر الله خيركم. يعني شو رأيك بدفتر الحصان الأبيض بما إنك طالب وأكيد مجربه؟ كتاب كويس، يعني منه أنا صغير بشتري منه مش بس الحين. منيح للخرابيش؟ منيح للخرابيش؟ لا ولا للدروس؟ لا الدروس منيح. لا إيش أحسن، للخرابيش ولا للدروس؟ لا للدروس. كل التوفيق إن شاء الله وشكرا لك. ومتواصلين احنا وياكم مستمعينا الكرام وبرنامج اربح مع شركة المصنوعات الورقية ودفتر الحصان الأبيض والهدايا المتعددة من المصنوعات الورقية، واليوم من مدينة بيت لحم عبر هواء الرابعة وموال. يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا مالك أزعر، شايفك هيك تنافس صدرك شوية وحالتك حالة. لا عادي. أنا كم طوشة بتعمل بالسنة؟ بسويش طوش، اللي بطف فيه بطف فيه. يعني بتسوي؟ آها. كم واحدة تقريبا بالسنة؟ عمال عبطال.
عادي يعني اللي بطف فيه بطف فيه واللي بيبعد عني ببعد عنه. طب احنا قلنا اللي بتعملهم كم واحدة تقريبا بالسنة سنوي؟ 5 6. 5 6. يا مين يزيد ويا مين يزود. بقول لك المثل ابعد عن الشر وغني له. ايوه هاي اهم شيء. من وين انت؟ اصلي من بيت لحم. اصلك من بيت لحم، وين ساكن؟ وادي معالي. واد معالي. ليش اسمه وادي معالي؟ ايه انتسب لواد، في وادي معالي والله يحتلوا الجيش وانتسب لهم عشان اسمه صار وادي معالي. كله محتل. كله محتل. هالبلد من كبيرها لصغيرها محتل. لا محتلين يعني عندنا اجمالي في الحاره بجوز في 5 شهداء رايحين فيها و2 مضربين عن الطعام، فوق ال 15 اسير منهم ضارب محمد شحاده ضارب الكامل. كل البلد هيك صح؟ كل البلد هيك. إيه تشتغل ولا طالب ولا شو قصتك بالضبط؟ طالب توجيهي وبشتغل. طالب توجيهي وبتشتغل. إيه كيف المعدلات؟ بصراحة بيني وبينك هيك معدلي انا جبت في ال 11 82. وبالتوجيه قديش ناويين؟ ان شاء الله في الثمانينات. ان شاء الله. ان شاء الله يعني ناويين علمي ادبي تجاري زراعي؟ ادبي. شو اكثر ماده بتحبها هيك بتلاقي نفسك فيها؟ الدين. يعني عندك دين وبتعمل مشاكل يا رجل. لا الدين لغه اساسيه وبنحترمها وبضلوا ديننا يعني. بضلوا ديننا. نعم. طب احنا نعمل مشاكل. بقول لك المثل بعيد عن الشر وغني له، اللي بطف فينا بنطف فيه واللي بيبعد عنا بنبعد عنه. وان شاء الله دائما بنضل بعاد عن المشاكل صح؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ليش بتعجب على الاساتذه؟ لا بعجبش على الاساس. والله احنا المعلومات اللي عندنا انه فيش استاذ بيخلص من طلابه. في شباب بيعجبوا في ناس. لا استنى شوي، احنا بدنا نحكي عنك. ايش اسمك انت؟ لؤي. لؤي ايش؟ لؤي حمدان الصليبي. احنا بدنا نحكي عن لؤي، بدناش نحكي عن غيره. شو وضعه؟ لا والله كويس، ومرات يعني الواحد بدوش يكذب الا يعجب على استاذ يعني ينكش له راس. بتحب يا لؤي؟ لا بالمره. ما عمرك حبيت؟ لا ولا عمري حبيت. ما اذا حبيبتك سمعتك مشكله. تقول لك يعني من كرني. والله تضرب. يعني بتحب؟ لا بالمره. لا توجيهي بس ننجح. مين بتحب اكثر، امك ولا ابوك؟ ابوي الله يرحمه تعيش استشهد الله يرحمه، والحين في شيء الا غير عندي عند امي. يعني ورطان انه بدك تحب امك. احب امي. خلا هيك بنقول امي. كم اخ واخت لك في المدارس؟ في المدارس عندي اللهم صل على سيدنا محمد عندي 2، واحد خلص توجيه السنه جاب معدل 70، وعندي اخت صغيره وولد صغير في المدارس. شريت الشنطه ولا لسه؟ لا لسه بكره بدنا ننزل اطلع اشتري. تاخذ شنطه لك ولا لاختك؟ اللي منكم بركه. هلا انت تاخذ شنطه لك ولا لاختك؟ اللي منكم بركه، شو بدك تعطوني اعطوني. طيب تعال انا وياك ننقي اللي بتعجبك، هل بتدخل مراك، هي كل المحتويات نفس المحتويات لكن كلون. هل بتحب اخضر ازرق زهري؟ اخضر خلص. هاي الاخضر طبعا هديه مقدمه من المصنوعات الورقيه، فيها دفاتر عادي ودفاتر سلك، كافه مستلزمات الطالب. بنحكي لهم شكرا والله يخليكم ويديمكم فوق راسنا. شو رايك بدفتر الحصان الابيض بما انك طالب واكيد مجربه؟ هو يعني كويس والناس كلها بتحكي عنه يعني، وعن ورقه بيمزع معك ولا منيح؟ لا نظيف كويس وبكفي انه وسيله تعليم. تستخدمه للمشاكل؟ لا للدراسه. بس للتعليم. كل الاحترام وشكرا لك، ومتواصلين نحن وياكم مستمعينا الكرام وبرنامج اربح مع شركة المصنوعات الورقية دفتر الحصان الأبيض. هذا البرنامج برعاية شركة المصنوعات الورقية، يأتيكم عبر أثيري الرابعة وموال. دال وفاء وتاء راء شو صارت؟ دفتر. ألف ولام وحاء وصاد وألف ونون الحصان، وألف ولام وباء وياء وضاد. شو بتصير؟ دفتر الحصان الأبيض. شو بتصير؟ دفتر الحصان الأبيض. حصان الأبيض يا أولاد، هي هو دفتر يا أحباب. جميل، دفتر واحد هو الأفضل للطلاب. هي دفتر الحصان الأبيض وايت هورس بأنواعه متوفر لدى كافة المكتبات والمولات والسوبر ماركت. إنتاج شركة المصنوعات الورقية لإنتاج كافة أنواع الدفاتر المدرسية الخليل.
دفتر الإيزي رايت والهدايا المتعددة التي تقدم من المصنوعات الورقية. يعطيك العافية عمي. هلا، كيف حالك؟ الحمد لله. ليه زعلان؟ ولا زعلان ولا شيء. أول سؤال، كم طالب عندك في المدارس؟ ولا واحد. ولا واحد بالمرة؟ من مرة. أولادك؟ فيش حدا. فيش حدا. مش متجوز. عزابي. عزابي لحتى الآن. ليش عزابي؟ أريح شيء. مش ناوي تتزوج؟ لا. شكرا لك وتشرفنا أكيد بمعرفتك، ومتواصلين نحن وياكم عبر هواء الرابعة وموال وتقديم الهدايا المتعددة من شركة المصنوعات الورقية. يعطيك العافية. يعطيك العافية عم. كيف حالك؟ كم طالب عندك في المدرسة؟ أنا مش بتعلم، ما بدرس في المدرسة. إيش؟ بدرسش في المدرسة. لا بسألك كم طالب بأبنائك؟ لا أنا جاينا على الطريق، مش ما فيش عندي أولاد. ما عندك أولاد؟ الله كريم إن شاء الله. إن شاء الله. عندك إخوة في المدارس أو خوات؟ لا ولا حد في المدارس؟ واحد صف 10. صف 10 يعني في المدارس. أختك ولا أخوك؟ أختي. إيش؟ أختك. شرتوا لها الأدوات المدرسية ولا لسه؟ شرتوا لها. كيف الأسعار شفتوها؟ على غالي. غالية كتير؟ لا يعني شو مقبول. جربت دفتر الحصان الأبيض؟ لا والله ما جربت. ما جربته. نجربه أنا وياك؟ لا خلينا تروح المرة بتستنى فيه. إيش؟ مستعجل. يعطيك العافية. طب تعال، وين رايح؟ نمون عليك بدقيقتين وبعدين نقدم لك هدية حلوة كتير. يا كامل. حياك الله. شو بتشتغل؟ عامل. أنا حبيتك يا رجل، بس شايفك هيك مش حاببني، مش عارف ليش. مش عارف ليش تكرهني. أنا لا بكرهك ولا شيء. احنا من المصنوعات الورقية عبر هواء الرابعة وموال رح نقدم لك الهدية. بتحب اللون الأزرق بنت؟ أعطيني الزهر يا مالك. هاي هدية عبارة عن حقيبة بكافة مستلزماتها من شركة المصنوعات الورقية، ومنتمنى لأختك كل التوفيق، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. تفضل هديتك. ومستمرين نحن وياكم مستمعينا الكرام عبر هواء الرابعة وموال وشركة المصنوعات الورقية والهدايا المتعددة من شركة المصنوعات الورقية. كيف حالك؟ الله يسعدك. تمام. مالك معصب؟ لا ولا مرة يا زلمة. طب ليه منشكح؟ مبسوط من شوفتك. مبسوط ان شاء الله دايما بتضل مبسوط. متزوج؟ صحيح. عندك اولاد؟ اكيد. كم ولد في المدارس؟ ولد وبنت طبعا. لا عندي بنت في الروضة بس. في الروضة. الله يخلي لك اياها. شرنا لها شنطة ودفاتر والذي منه ولا كيف؟ اكيد طبعا. غصب عنك. كل المشوار عشانها. كل المشوار عشانها. معك هي؟ لا والله بالدار. الله يخلي لك اياها. قد ايه عمرها هي؟ تسلم. 4 سنين ونص. 4 سنوات ونص. عندك اخوة او خوات في المدارس؟ انا لا. ما عندك؟ اولاد اخوة اولاد خوات بس. اولاد اخوة اولاد خوات. طب لو روحنا بشنطة لمين رح نعطيها؟ شنطة مع كافة مستلزماتها. اذا مش للبنت لابن اخوي. لا للبنت ما اعتقدش، كبيرة عليها. لا ابن اخوي بتكون. بأي صف هو؟ رابع. في الصف الرابع يعني ما بلا مقبول. هي افضل شيء للاعدادي والثانوي. وفي بالاعدادي والثانوي في يعني ممتاز. اذا في بالاعدادي والثانوي بيكون افضل لانه بتناسب سنهم اكثر. كل احترام يا سيدي. ايش بتشتغل؟ برضه استاذ مدرسي. انا مش بعيد عن الموضوع اللي بتحكي فيه انت. اوبا ممتاز كتير. شو رايك بدفتر الحصان الابيض بما ان جينا للنقطة الصح؟ ممتاز جدا. واغلبية طلابنا بيستعملوه. يعني تنصح فيه كتير؟ جدا. مدرس شو حضرتك؟ لغة عربية يعني بستعمل دفاتر كثير. طب ليش الطلاب اليوم بتعودوا من اللغة العربية؟ شو القصة؟ مشكلة كبيرة يعني على مستوى الوطن، لأنه من زمان حاربوا اللغة العربية، عشان هيك الطلاب أبعدوا عنها شوي، واستخدام اللهجة العامية برضه يعني أبعدت الناس عن اللغة العربية. ما رأيك أن نتحدث بالعربية؟ يصعب ذلك. ولماذا؟ أولسنا مدرس لغة عربية؟ بالطبع أكيد. يعني بمشي معنا نحكي طبعا نمشي يا زلمه ساعة وساعتين وثلاث، بس إلا ما نرجع لأصلنا للغة العامية الدارجة. لأنه إحنا هيك في بيوتنا، بس لو جربنا مثلا نتعامل بالعربية الفصحى إنه بنقدر. صح؟ والله بتقدر، بس راح يضحكوا عليك الناس. راح يضحكوا أكيد. أي حدا بيعمل إشي منيح بيضحكوا عليه. هي لك والله شعبية كبيرة ببيت لحم. لا يا زلمه لو أنزل الانتخابات بصير رئيس. ناوية؟ شو رأيك ننزلك الانتخابات؟ لا مش ناوي يعني ترشح؟ التدريس أحسن. المهم الواحد يكون بالمكان الصح ويخدم. أكيد. بغض النظر بلدية، مدرسة، عامل تنظيفات،
باي مجال الواحد بيقدر يخدم؟ بالمجال اللي هو يعني وجد لاجله. بالضبط، هاي هي يعني انت بتحكي عين العقل. كل احترامي لك حبيبي. من وين حضرتك؟ من بيت لحم. انا من العبيديه. من العبيديه، ليش اسمها العبيديه؟ لواحد اسمه عبيد، راهب قديم زمان على زمن يعني اليونان، وضلت على اسمه. ضلت على اسمه درجة ومشت الامور. اوه كله بيضحك. تحياتي. واحنا داخله معانا. طيب شركه المصنوعات الورقيه دفتر الحصان الابيض بتقدم لك الهديه المتواضعه، عباره عن حقيبه مع كافه مستلزماتها من دفاتر عاديه ودفاتر سلك، وبتتمنى لكل طلابك بما انك مدرس كل التوفيق. كل احترامي لك، يسلم ايديك ومشكورين جدا. شكرا لك، ومتواصلين نحن وياكم مستمعينا الكرام وبرنامج اربح مع شركة المصنوعات الورقية. هذا البرنامج برعاية شركة المصنوعات الورقية، يأتيكم عبر أثيري الرابعة وموال. دال وفاء وتاء وراء شو صارت؟ دفتر. ألف ولام وحاء وصاد وألف ونون. الحصان. وألف ولام وباء وياء وضاد. شو بتصير؟ دفتر الحصان الأبيض. شو بتصير؟ دفتر الحصان الأبيض. حصان الأبيض يا أولاد. هي هي. هو دفتر يا أحباب. جميل. دفتر واحد هو الأفضل للطلاب. هي هي هي. دفتر الحصان الأبيض وايت هورس بأنواعه متوفر لدى كافة المكتبات والمولات والسوبر ماركت. إنتاج شركة المصنوعات الورقية لإنتاج كافة أنواع الدفاتر المدرسية. الخليل. دفتر الحصان الأبيض والهدايا المتعددة والحديث مع المواطنين وتقديم الهدايا المتعددة. كيف حالك؟ أهلين مرحبا. هلا. ليش زعلان؟ سلامتك ولا زعلان؟ اللي بيشوف الوجه الطيب ما بزعل. الله يسعدك. قد ايه طولك؟ 186. 186. لا أنا هيك بزعل، أطول مني يا رجل. بنزل أنا عشان هيك جيت على الطلعة لعل وعسى أصير طولك هيك يعني. الله يسعدك حبيبي. الله يسعدك. من وين حضرتك؟ أنا من بيت لحم بس سكان بيت صفافة. سكان بيت صفافة. ليش اسمها بيت صفافة؟ والله ما بعرف أحكي لك. ما عندناش معلومة. والله ما عندي. من وين من بيت لحم بالضبط؟ أنا خليل الأصيل، سكان بيت لحم. خليل الأصيل. خلايلة ورانا حبيبي. كل من وين من الخليل؟ من دار بدر. من دار بدر، حارة الشيخ يعني؟ لا في البلد. في البلد. العائلة والأهل هناك يعني القرايب. أما الأهل هون الله يرحمهم. سكان بيت لحم. نعم سكان بيت لحم، بس لي 9 سنين ساكن بيت صفا. ومش بعيدة كثير الخليل عن بيت لحم. نعم. جينا هلا من الخليل يعني ما أخذتش وقت. حبيبي الله يسعدك. شو بتشتغل؟ أنا موظف والله. موظف شو؟ موظف في شركة معرض بلاط. معرض بلاط يعني على المحاسبة ولا؟ لا معرض في المعرض يعني. زي مندوب مبيعات انه تصوير. كل الاحترام. كيف اليوم اسعار البلاط في هالبلد؟ مش هون، في موظف جوا في تل بيوت بيت صفا. بنجيب لهون للضفة لبيت لحم ولا في؟ اللي بيجي بيشتري. اهلا وسهلا. شو احدث الموديلات اليوم؟ شو اسمه؟ الطلياني الاسباني. الاسعار منيحه ولا بالعلالي؟ غالي مش زي اسعار هوني. الاسعار هوني يعني تتفاوت 170 160 140. عندنا جوا من 500 وفوق. غالي كتير يعني. غالي نار. الله يكون بعون الناس. امين يا رب. كم طالب عندك في المدرسه؟ طالب واحد. بأي صف؟ الصف الثاني ان شاء الله. السنه هاي على الصف الثاني ان شاء الله. يخلي لك اياه يا رب. شرنا له شنطه ودفاتر وكل شيء ولا كيف؟ والله لسه الله كريم يعني 100% زوجتي المدرسه 100% محضرت له، بس ان شاء الله تكون شريت له. لا اتصل عليها قولها ما تشتري. ما تشتري ليه؟ ما تشتري. بلاها الشنادي وبلاها الدفاتر وخلص. نزل على الورشه. على الورشه عياك. على الورشه. شو رايك؟ حبيبي حبيبي. لا احنا هاي المره شركه المصنوعات الورقيه لانه راح تقدم لك الهديه عبارة عن شنطة مع كافة مستلزماتها. لهيك بنقول لك شو المؤسسة عفوا؟ شركة المصنوعات الورقية. دفتر الحصان الأبيض، دفتر الإيزي رايت. لهيك بنقول لك إنه ما تغلب حالك، خبر زوجتك إنه ما تشتري. الهدية موجودة. تفضل عم هدية. بارك الله فيك. شكرا لكم كثير موفقين. إن شاء الله بتكون سنة خير على الجميع. إن شاء الله. شو أكثر شيء بتحبه ببيت لحم؟ شعبها. جوها الحلو. شو أكثر شيء بيستفزك في بيت لحم؟ والله الفوضى. أنا بحب طبيعة الفوضى. الأمن والنظام حلو. شو أكثر شيء بيستفزك في نفسك؟ في نفسي الدخان. بتدخن كثير؟ بدخن بس بقى إن شاء الله. كم بتدخن تقريبا؟ بكيت. وشو أكثر شيء بتحبه بنفسك؟
أصعب شيء نسأل الواحد عن نفسه، نسأله عن البلد بجاوب، عن غيره بجاوب، بس عن النفس صعب، صح؟ ربنا يجيب اللي فيه الخير يا رب. شكرا لك وكل التوفيق لبنتك أو ابنك الله يخلي لك إياهم، ريان ابنك، وإن شاء الله كل التوفيق. مستمعينا الكرام، لهون العفو أكيد، لهون بنكون وصلنا لختام مشوارنا في برنامج أربح مع شركة المصنوعات الورقية، دفتر الحصان الأبيض ودفتر الإيزي رايت. التحية دائما وأبدا موصولة لإدارة وطاقم وعاملي شركة المصنوعات الورقية، وأيضا تحياتي لأهلنا في مدينة بيت لحم، وكل التحية والتقدير لزميلي مالك النتشة في المتابعة والتصوير، وأيضا هذه تحياتي من وراء المايك في إعداد وتقديم البرنامج. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة ومشوار جديد وهدايا كثيرة من شركة المصنوعات الورقية، دفتر الحصان الأبيض. هذه تحياتي طه أبو حسين، في أمان الله. هذا البرنامج برعاية شركة المصنوعات الورقية، يأتيكم عبر أثيري الرابعة وموال. مين قال إنه الحصان تتوقف مهمته على الركض والسرعة وبس؟ هلأ صار فينا نكتب عليه يا حلوين. شركة المصنوعات الورقية بتقدم لنا دفتر ظريف وحلو في كل ميزات الحصان الأبيض: الجمال، الخفة، والورق الأبيض بياض الحصان الأبيض. دفتر الحصان الأبيض وايت هورس. دفتر الحصان الأبيض وايت هورس. دفتر الحصان الأبيض وايت هورس، إنتاج شركة المصنوعات الورقية لإنتاج كافة أنواع الدفاتر المدرسية. الخليل، تليفون 324237، فاكس 324068، متوفر لدى كافة المكتبات في فلسطين. دفتر الحصان الأبيض، للكتابة نكهة تانية.